Gusti. يا الله. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. تعينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. واهبونا واعطونا طياكم هداياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. فلا خيبتم ظني فهاشاكم وهاشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سعدنا إذ آتيناكم وفزنا حين زرناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم.
سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم صلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم تحيات البركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا صفوة الله. السلام عليكم يا من له مقام عالي عند الله. السلام عليكم يا أهل معرفة بالله. السلام عليكم يا أهل الاستقامة. السلام عليكم يا أهل الكرامة. السلام عليكم يا أهل القلوب السليمة. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل القبور وآتاكم ما توعدون وإنا إن شاء الله بكم لاهقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله. من أهل لا إله إلا الله كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اجعلنا ووالدينا ومعلمنا وشيخنا وأحبابنا وطلابنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي الحقوق علينا ومن أحسن إلينا ومن حضروا معنا ومن غاب عنا من خواص أهل لا إله إلا الله واحشرنا وإياهم في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية والعظام الناخرة والشعور المتمزقة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل اللهم عليهم روحا منك والسلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين المؤمنين. يرحم الله منكم المتقدمين المتأخرين. آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وكتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم واجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. اللهم إنا واقفون في مشاهد هؤلاء أوليائك ولنا حاجات يا الله ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمل أملناها ونسألك اللهم أن تقضي لنا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد والأعمال إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. Fadhal dulu ikhwan. Para syibaan asatis yang tua-tua jatuh naik bagian atas.
الفاتحة وياسين والتحليل والتسبيح والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما تيسر من الأذكار والدعاء نهديها نقدم ثابة ذكر إلى رسول شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه من الأرواح كافة أن مقرب من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبارها ثم إلى أرواح أولياء المقدم أهل معنى البقية أهل زنبال الفريد والدرج من سوسن سلم مسجد الله من بساس وصلى الله عليه مقدم أحمد بن علي بعان وسلم أحمد سقال ولا أرجو من مسالة علي أبي كلهم جميعا ثم إلى أرواح كافة علي كتب النافعة ومسلم كتب النافعة مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منظومات صلوات دعوات مناجات كلهم أجمعين خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم أحزابهم منظوماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجلسنا في جميع في أوقاتنا ثم إلى أرواح كافة والمقنع لهذا البنا لفلم دار السلام كلهم أجمعين خصوصا هؤلاء السادة أولياء المقرب من أهل هذه التربة أهل المقام كم بقت من حوله كلهم أجمعين الله تغشاهم برحمة رسول الجنة أن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات من أفوات الدين والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته أن الله يدخل في قبرهم روح والريحان والبشر والعمل بشرط الرضوان واجعل يا ربنا قبرهم للجنة فنسألك يا الله ونسألك ونوينا بهذه الزيارة بما نواه آباؤنا وصلافنا نصرهم بمثل هذه الزيارة إن زيارة أوليائك وصيغة أطياعك أدخل نياتنا في نيتهم وأعمالهم في عمل وأحلاكهم فاكرمهم يا ربنا الكريم ما أكرمت لهؤلاء رجاء أوليائك إن زيارة أوليائك أحبابك كلهم جميع حسن من ظاهر باطنا نوينا بنوى آباؤنا وصلافنا نصرهم مشايخنا الكرام جميعا نوى قطب الزمن ومنصب الوقت وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سرناهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون دللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهدنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين مثل ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي الباقي لا إله إلا الله حي دائم لا يموت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليه نحيا وعليها نمر بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم يا الله 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 يا الله
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سر الفاتحة. العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت آخر الوارثين. صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحانه سبحان الله بحمده ما قلناه يا الله يا الله وما استغفرنا وما صلينا وسلمنا على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة في هذه التربة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدم ثواب هذه القراءة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين خصوصا سيدتنا خبابة خالد الكبرى وعائشة الرضا وخبابة فاطمة الزهراء وكافة أهل بيت رسول أزواج رسول الله أجمعين. ثم إلى رسول سيدنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وكافة أشهر المبشرين بالجنة وأهل الهديبية وأهل بيت الرضوان وأهل البدر وأهل الأخر وأهل الخلاق وجميع سادة أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى جميع أولياء من أهل المعلى والبقيع وأهل الزنبال وفريد وأقدر أجمعين وأهل حضرموت كلهم أجمعين خصوصا سيدنا مولانا المهاجر الله أحمد بن عيسى بيد الله بن أحمد بن ساسن علي بن بدي أحمد بن نساء وحبيبنا علي بن عبد الخالق قسام وسيدنا محمد سيب المرباد وأصولهم وفروعهم. ثم إلى سيدنا مكاتنا سنة الله الفقيه المقدم
محمد بن علي بعالوي سنة علي أم الفقيه سنة علي بن فقيه إخوان المجمعين وصوله وفرهم سنة عبد الله بعالوي سنة محمد مولد دويلة بن القطب الأقطب الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف ومن في طبقته وأصوله وفرهم أبي بن الحبيب محمد حسن بن الله محمد بن مريم محمد بن علي مولى عيد الأصول وفرهم أبي بكر سكر نومان واختار إخوان المجمعين وصوله وفرهم أبي بن علي بكر سكر نومان وصوله الأكبر بن عبد الرحمن المكشفين وابن القطب الأقطب الحبيب أحمد شاب بن الأكبر أحمد بن وجهدة والحبيب بكر أبو بكر أدن وأخي حسين وأصولهم وفرهم ومولى الفخر الشيخ أبو بكر بن سالم أقل مسلم شيخ أبو بكر بن سالم قد بن الباس بن عبد الرحمن الطوش البارش قد بن شروط البارح بن عبد الله محمد الحداد والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه أحمد بن زين العبشي والحبيب حامد المنفري والحبيب عبد الله بن علي السقاف والحبيب عبد الله بن علي العيد أصولهم وفرهم وجميع ساداتنا سفينا مغرب مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها ثم إلى أرواح كافة المعالم كتب النافعة مصنف كتب النافعة مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب والمنزومة والصلوات والدعوات كلهم من جميع سوس اللي قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزامهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا كلهم أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولياء المقربين أهل هذه البلدة أهل بلمن دار السلام كلهم أجمعين خصوصا ساداتنا وآباؤنا هؤلاء رجال أهل هذه التربة كم بانكوتي قابل أمكم نهلي كم بانكوتي أهل كبات كرب سبوكين كين مكان شريف علم سبوكان مسالم وكبا رحمة أحمد بن شاب وكبا كندن كواد وعقل بن محمد يحيى عبد الرحمن شاء الله يدرس حفظ الله الكاب وأولياء من أهل تلقى سويداء كلهم أجمعين خصوصا محمد حسن الحبشي والحبيب حامد الحداد والحبيب محمد حسن الحبشي والحبيب سالم بن عبد الله الكاب والحبيب أحمد بن الكاب والحبيب عبد الرحمن المنور الحبيب بن أحمد باسين وأصوله وفرنج مساد مقبل أهالي قبا كندوران قبا كندور العبشي وقبل مقبل أهالي باب السلام كلهم جمع سوزان الحبيب حامد الحداد الحبيب علي بن شيخ السقاف وأولاده وبناته وأصوله وفرنج عبد الله من الحبيب عبد الرحمن عبد الله بن شاب وكافة أولياء وصلون هذه البلدة كلهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم المسلمين أجمعين الشريفة النور بنت حسين الجهري أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم جل وعلا بين أيديهم واجعل بكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم ادخل في قبورهم روحهم والريحان والبشار والعمر والشطر رضوان واجعل يا ربنا قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل خفرا من خفرات النيران اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم من الفتن اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن الحال اللهم يا محول الأحوال حول حالنا وأهل فلنبان سادة البعالم خاصة إلى أحسن الحال إلى أجمل الحال بحقك يا عزيز يا متعال وبحق مولى بلال وهؤلاء الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. تقبل منا إنك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. سلام
سلام كمسك الختام عليكم وهيبة بنايا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم وهيبة بنايا كرام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنهوني شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم وحيبة بنايا كرام أنا عبدكم يا أهيل الوفاء وفي قربكم مرهمي والشفاء فلا تسقموني بطول الجفاء ومنوا بواصل ولا في المنام سلام سلام كمسك الختام عليكم وحيبة بنايا كرام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم
قصدي إليكم دوام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا الكرام أموت وما زرت ذاك فينا وتلك الخيام وفيها المنى ولا أدن يوما مع من دانا للأثم المحيا وشرب المدام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام عسى الله يا شفيع غليل الصدود بوصل الهبائب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ربا سواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك الرضا ولحقه الأداء وأعطيه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر تذكير الحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diharapkan tidak ada yang main HP. Tolong yang main HP diberhentikan. Kita lagi ziarah, kita lagi zikir, kita lagi bermunajat kepada Allah. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral asatidz, ma'asyiral ikhwan, zairin rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, lakal hamdu ya Karim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-23 malam ke-24 daripada bulan Muharram yang penuh berkah. Kita kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri rutinitas bulanan kita yang Allah hadiahkan untuk kita, yaitu berziarah kepada aulia Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini telah tadi kita awali bainal isya'ain berkumpul di Musalla Al-Fakhr dengan bermunajat, bertawassul, bertawajjuh kepada Allah, membaca pujian-pujian untuk baginda Rasulullah lewat qasidah madhariyah dan membaca Asmaul Husna dan bermacam-macam daripada hajat kita sampaikan. Hajat untuk umat Rasulullah pun kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkahan baginda Rasulullah, keagungan baginda Rasulullah, dengan keberkahan bainal isya'ain waktu tadi kita bermunajat, apa yang kita hajatkan dari apa yang kita panjatkan, kita mintakan kepada Allah, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di situ banyak sekali yang kita baca tadi, yang kita ambil dari tulisan para salaf kita, yaitu munajat untuk umat Rasulullah. Terkhusus kita saksikan pilu dan menyedihkan sekali ikhwan, keadaan ikhwanana di Palestina yang hari ini mereka berebutan makanan sampai saling injak, bahkan saling tikam untuk mendapatkan makanan. La haula wala quwwata illa billah. Sementara itu Yahudi Israel, naudzubillah, Allah likhum, Allahumma likhum, Allahumma likhum, bertambah semena-mena melakukan bermacam-macam kejahatan di muka bumi Allah, terkhusus menghantam umat Islam. Kita baca di sini, berdoa, namun nasihat untuk diri kami dan kita semua, mari kita lebihkan kekhusyuan kita, keikhlasan kita, bermunajatnya kita kepada Allah. Bahkan minta maaf antum yang mungkin tidak biasa bangun malam, usahakan untuk bangun malam, bermunajat kepada Allah khusus untuk hajat-hajat mereka, para saudara kita yang ada di Palestina itu khususnya, dan juga dimanapun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kebiasaan baik kita di majelis zikir ziarah Kambang Koci ini, yaitu ada sedikit kita membaca daripada kitab Adab Sulukul Murid karangan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mungkin sempat beberapa pertemuan tidak kita baca, dan hari ini kita akan lanjutkan. Mungkin tinggal beberapa kali pertemuan kitab ini mungkin akan kita khatamkan, masuk kita kepada At-Tatimmah, pembahasan mengenai hubungan murid dengan guru. Pembahasan tentang hubungan murid dengan guru. Ma'asyar ahbab rahimakumullah, laula murabbi ma arafna rabbi. Kalau bukan berkat adanya guru yang mengenalkan kita jalan kepada Allah, kita tidak tahu bagaimana jalan menuju ke jalan Allah. Guru itu banyak jenisnya,
ada yang guru taklim yang cuma ngajari kita ilmu dan itu sangat berjasa untuk kita. Namun ada guru yang kita ambek tabarrukan, ngambil keberkahan dari mereka, boleh juga termasuklah beliau guru taklim kita. Namun ada guru yang kita butuhkan, yaitu guru yang murabbi. Ini juga boleh jadi dia adalah guru ta'lim kita, guru tabarruk kita, dan dia sekaligus guru murabbi kita. Karena ada sebagian ulama sebagai ustaz, ikhwan jatuh ngerapat, boleh ngerapat dikit. Ikhwan ngerapat, geser. Ini kosong samping, maju. Jangan duduk dekat pintu. Geser, maju, geser. Ada guru itu kita rasakan kita ngambil manfaat dari dia sebatas ngambil ilmu, tapi kita tidak merasakan adanya sentuhan di qalbun, di hati kita. Tapi itu guru jelas sangat bermanfaat untuk kita, yang mengajarkan bagaimana kita bisa beribadah dengan baik, mengenal bagaimana ibadah yang batil, bagaimana ibadah yang sah, mengenalkan kita tentang perkara yang haram dan yang halal. Nah, ada yang guru seperti itu biasanya kita rutin duduk sama mereka belajar, ya, entah itu di majelis-majelis, entah mingguan, bulanan, dan seterusnya. Ada juga namanya Syekh Tabarruk yang kita ambil keberkahan. Boleh jadi perjumpaan kita dengan mereka agak jarang. Mungkin kita bisa contohkan ulama-ulama yang datang dari luar masuk ke Palembang memberikan tausiah, ceramah, wajangan. Mungkin mereka hanya berjumpa dengan kita saat demi saat, tidak terlalu rutin. Atau boleh juga guru-guru yang kita ambil tabarukan di Palembang, yang mungkin mereka tidak ngajar tapi kita datang kepada mereka, duduk dengan nasihat, minta doa, minta pandangan dari mereka. Nah, guru tabaruk ini boleh jadilah dia adalah guru taklimnya kita tadi. Nah, yang kita butuhkan ikhwan rahimakumullah, guru-guru seperti ini butuh. Namun kita berharap dan mereka tetap ada, yaitu syekh yang disebut dengan murabbi, syekh tarbiyah, yang mendidik kita, mengarahkan kita, mengenalkan kita ke jalan Allah, yang bukan cuma secara zahir kita dapatkan, tapi secara hati batin kita pun mendapatkan arahan bimbingan dari mereka. Guru-guru seperti ini memang biasanya memiliki banyak kelebihan dalam kesempurnaan, kemuliaan, keindahan pada diri mereka. Seperti di sini disebutkan dalam fasal sebelumnya, banyak sifat-sifat orang-orang soleh yang mereka itu di samping mereka berilmu, mereka mengamalkan ilmu. Kemudian mereka memiliki sifat takut sama Allahnya tinggi. Mereka pun orang-orang yang mukhlisin, ikhlas karena Allah. Lalu kita saksikan dalam kehidupan mereka memiliki sifat wara', Nah, inilah tariqah Sada al-Ba'alawi, al-ilm wal amal wal khauf wal ikhlas wal wara'. 5 perkara ini ditambah lagi yang tidak mungkin terpisahkan dari mereka ini, bisa kita pastikan mereka adalah mutabi'atan lil Habib sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang selalu menjalankan, mengikuti sunnah Rasulullah. Sehingga orang-orang seperti itu ikhwan kadang-kadang kita dapatkan, kita baru melihat mereka saja kita sudah dapat faedah. Maka dikatakan idza ra'u dzakarullah, kalau kamu melihat mereka engkau akan ingat kepada Allah, kalau melihat mereka engkau akan ingat kepada Rasulullah. Melihat mereka kita akan teringat dengan salafun salihun, dari gerak-gerik sikap perbuatan mereka. Belum mereka tampil pegang mic ceramah, belum. Itulah ada magola ulama itu yang mengatakan man lam yanfa'uka lahdhu lam yanfa'uka lafdhu. Siapa yang gerak-gerik perbuatannya, sikapnya tidak memberi manfaat buat kita, mungkin ceramah nasihatnya pun mungkin tidak perlu manfaat. Tapi kalau kita sudah dapatkan ada orang gerak-gerik sikap perbuatannya, kita ketemu salaman kita tersentuh langsung. Nah, walaupun disapa dengan kalimat yang singkat, kayak halak apa kabar inti, mak mana keluarga inti, ditanyanya tentang itu, kita ngerasa nyaman, damai. Ya, dia cara makan, cara minum, cara duduk, cara berjalan membuat kita terkesan. Ketika dia memberikan nasihat, itu insya Allah ikhwan, inti pun akan cepat nerimanya. Nah, kalau inti dapat yang seperti itu, jangan jauh-jauh dari mereka. Artinya boleh inti bebas, inti cari di mana kiai itu majelisnya, di mana ustaz itu di mana majelisnya. Karena orang seperti itu memiliki sir rahasia Allah yang lebih, maaf, bukan sebatas ilmu. Orang-orang seperti itu biasanya juga mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah. Mungkin depan kita tidak nampak, tapi di malam hari mereka mengetuk pintu Allah, sujud, tahajud, baca Quran. Da'bus salihin hakadha. Nah, ikhwan rahimakumullah, kadang-kadang guru itu ada yang nampak diberikan Allah memiliki haibah, wibawa yang tinggi, sehingga kita ini segan
Bahkan kami ngerasakan ketika duduk di Hadramaut di Tarim, ada beberapa sosok aulia habaib itu yang kita ni pas datang sudah nyiapkan mungkin ada 10 bahasan pengen kita sampaikan, pengen kita tanya. Pas sudah duduk depan beliau cuma temen tu siko, yang lainnya hilang kalau lupa. Saking haibahnya yang luar biasa. Padahal dia biasa. Inilah warisan yang hebat. Inilah aslinya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bergaul Masya Allah dengan wong rendah, wong miskin, wong kayo, segala macam. Ya, dengan ngerasa setiap orang saking indahnya perlakuan Rasulullah itu, setiap orang ngerasa dekat sama Rasulullah. Tapi haibahnya Rasulullah, hiwabahnya Rasulullah itu membuat orang kalau sudah dengar Rasulullah ceramah nunduk. Bahkan mereka tidak bergerak, bagaikan sampai diumpamakan seperti di atas kepala mereka ada burung yang duduk dan mereka kalau bergerak takut burung itu terbang. Seakan-akan sampai seperti itu. Haibatuhu azimah wa Rasulullah, dan sir rahasia ini pun diwarisi oleh sebagian para ulama yang kita kenal mereka sebagai orang soleh, para aulia Allah. Melihat mereka kita tunduk, melihat mereka kita malu untuk berbuat dosa. Nah, ketika kita mendapatkan guru yang seperti itu, ikhwan, jangan sampai, kata Imam Baghdad, ini kita akan bahas, haibah mereka, wiwabawah mereka menjadikan sebab kita tidak mau bertanya kepada mereka. Ya, kadang-kadang terlalu hebat haibah tu nak ngomong beda bani kita. Ya, kita padahal butuh jawaban, butuh arahan, butuh bimbingan dari mereka. Maka kata Ibnu Haddad di sini beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Imam Ibnu Haddad fi kitabih Tatimmah, wa idza aradta ayyuhal murid min shaykhika amran aw badalaka an tas'alhu an shay'in fala yamna'uka ijlaluhu wa ta'addumahu an talabihi min su'alihi anhu wa tas'alhu marratan wa marratan wa thalathan falaysa sukutu anis su'al wa talabi min husnil adab. Allahumma illa an yushira 'alaika syekh bisukut wa ya'muruka bitarki su'al fa inda dzalika yajibu 'alaika imtithaluh. Imam Haddad mengatakan, wahai murid, seandainya engkau pengen bertanya sesuatu kepada guru, ya, kadang-kadang kita nak ngomong tu tak berani, ya. Kita kadang-kadang nyuruh wong lain nanya kalau dari segi sanad ilmu itu panjang sanad kita, bukan sanad yang pendek dari wong ke wong baru ke guru. Padahal kita mampu langsung dapat sanad ini pun langsung kepada mereka. Ya, jadi abdul itu kita langsung sebenarnya. Cuma kadang-kadang itulah tadi haibah sang guru membuat kita tidak berani ngomong, tidak berani berbicara. Padahal bertanya itu tidaklah suatu hal yang buruk. Cuma tentu dengan adab. Yang nak ditanyakan ini memang hal yang penting buat kita, bukan hal-hal yang sepele. Ada yang, maaf ikhwan, kadang-kadang ada orang nanya iseng, iseng bae nanya tadi itu, itu malah mengganggu nantinya. Tapi memang kita pengen tahu. Bahkan kadang-kadang Allahumma shalli Muhammad, kita ini ustadz banyak, kiai banyak, tapi kita ngasuh jawaban dari siko ini yang aku bisa mantap. Padahal kalau kita tanya 10 ustadz jawabannya sama galau. Kita sudah nanya sama ustadz A, B, C, tapi masih belum mantap. Pas kita nanya sama ustadz yang D, yang kita yakin memang ini ada suatu rahasia lebih, dijawab persis dengan 1, 2, 3 tadi. Tapi pas beliau ini baru kita, sudah, anak yakin, sudah mantap, lego. Padahal omongan yang 1, 2, 3 tadi itu sama baik dengan yang keempat. Bahkan mungkin ketika kita nanya sama 1, 2, 3 itu menjelaskan plus dalil-dalilnya. Yang keempat ini tidak pakai dalil secara global baik, tapi kita ngasih lebih. Nah, di sini ada rahasia pada orang tersebut. Ya, ini banyak sebab, tentu diantaranya tadi 5 sifat tadi mereka miliki, plus 1 lagi yang tidak terpisah dengan mereka tadi, mereka mutaba'ah lil Habib sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah lepas dari mengikuti gerak-gerik sifat perbuatan di dalam mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Haddad mengatakan, au badalaka antas alhu an syai'in fala yamna'uka ijlaluhu, jangan sampai kau tak berani bertanya atau malu bertanya karena haibahnya mereka, wibawanya mereka. Jangan, tetaplah kita bertanya. Ya, kita ambil kesempatan cari waktu yang tepat. Apalagi zaman sekarang, ya boleh-boleh saja kalau memang untuk kesempatan berjumpa itu sulit. Kita jenguk dan guru kita ini orang yang sangat sibuk mungkin, maka boleh baik kita nanya mungkin lewat risalah, surat tulis, sampaikan. Kaget kita tunggu jawabannya kapan. Cuma nak nunggu jawabannya jangan buru-buru minta lagi. Tunggu kapan beliau ada waktu jawabnya. Ya, kalau memang kita tidak berani menyampaikan langsung. Nah, kalau lewat WA, ya,
itu boleh jadi kurang adab. Ya, kecuali kalau ente memang sudah terbiasa atau dari beliau ente WA be, apa yang ente nak tanyakan ente WA ke anak, anak baca ke anak jawab. Itu labas. Tapi abdolnya kalau kita ada masalah apa, bertanya itu duduk nian, bertanya nian, karena kadang-kadang penjelasan lewat tulisan itu tidak sedetail ketika disampaikan dengan lisan. Ya. Penjelasan dengan tulisan itu kadang-kadang tergantung kondisi yang maco. Kalau yang maco lagi tidak stabil, lagi bawaan emosi, tulisan tu ngomong dengan tembut be pacet jadi kasar gitu maconya. Ya. Contoh, yang nulis ini waktu nulis dengan kalimat lembut, apa kabar ya akhi, mudah-mudahan ente sehat walafiat. Ketika orang itu lagi temperamen macam apa kabar akhi, jadi notasi beda dia maco tadi. Padahal waktu itu nulisnya dengan cara lembut. Ya, kadang-kadang nulisnya dengan kalimat yang sudah halus, tapi kitanya kondisi dengan keadaan kita lagi sumpek, lagi gunyah, masalah kita maconya malah dalam seakan-akan orang itu berkata kasar. Kedua, kalau kita langsung ketemu dengan mereka itu banyak faedah. Itu bisa munadharah, memandang dan dipandang, bisa musafahah, bersalaman, bisa mendapatkan macam-macam daripada keberkahan dari seorang guru itu. Tapi sekali lagi kita harus menyesuaikan waktu dan sikon. Ya, jangan sampai keberadaan kita justru menambahkan kesibukan mereka. Dalam kaidah dikatakan al-masyghul la yushghal. Wong sudah sibuk tu jangan ditambahi kesibukannya. Ya, wong sudah sibuk kita tambah kesibukannya jangan. Jadi minta waktu mereka yang kosong tadi kita bertanya. Nah bertanya itu boleh bukan sekali, bahkan mengatakan ini wa tas'aluhu marratan wa marratain wa thalatha. Boleh kau bertanya sekali, dua kali, tiga kali sesuai dengan kebutuhan hajat kita. Tanyakan. Falaisa sukut anis su'al wa talab min husnul adab. Bukanlah diamnya kita dari bertanya padahal kita butuh jawaban dan kita yakin jawaban itu dari beliau inilah yang paling kita bisa andalkan, yang bisa memberikan solusi buat kita. Tapi kita tidak mau bertanya dengan aku takut kayak golel adab. Justru itu salah. Bertanya itu bukan su'ul adab, bukan adab yang buruk. Apalagi ya kalau tidak bertanya sama guru, nanti nak bertanya sama siapa? Kalau tidak sama guru yang apalagi kita dapatkan guru ini memang Allah Muhammad, ya kita nak nanya nyari yang guru yang lain model macam mana? Nah jadi jangan menghalangi diri kita untuk bertanya kepada mereka orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki haibah tersebut. Falaisa sukut, bukanlah diamnya engkau dari bertanya mendembe jong pelembang. Anak tu nak nanya sebenarnya cuma aku nyengok cak ustaz tu sibuk ni, padahal pacak be kalau dia jual ke waktu. Dak lemah aku tu, dak lemah, macam-macam alasan. Ya. Akhirnya kita salah langkah, kita terperosok masuk ke dalam kesalahan. Nah, walaisa sukutu anis soal, bukanlah diamnya kau dari bertanya min husnil adab, termasuk dari adab yang bagus. Tidak, bertanya bukan suatu keburukan. Ya, bahkan dari bertanya itulah mungkin kita akan mendapatkan kedekatan yang lebih. Ya, karena orang-orang soleh itu biasanya senang kalau ditanya. Ya, ditanya penting tadi, nanyanya memang nanyonian dengan cara yang baik, bukan iseng. Apalagi naudzubillah biar jengok uang kita ni dekat sama ustaz, ya duduk habis majlis kita magak ustaz nanya jengok uang, ya lebih parah lagi minta foto ke bulu. No, lain tujuan, lain maksud sudah itu. Itulah namanya al-masyghul usghal. Jangan kau tambah kesibukan guru kau. Nah, jadi jangan. Lalu Imam Harib mengatakan Allahumma illa an yushira 'alaika asy-syaikh bisukut wa ya'muruka bitarki su'al fa inda dzalika yajibu 'alaika imtithalih. Kecuali kata Ibnu Al-Haddad, kecuali saat misalnya kau pengen bertanya tapi guru ente ngomong kaget ya. Jangan sekarang kaget be. Ya. Maka jangan kau paksakan untuk bertanya saat itu. Ikuti isyarat dia. Atau dia ngomong jangan bertanya. Maka janganlah kita bertanya tentang suatu hal. Ya. Kalau mereka sudah ngasih isyarat untuk kita jangan bertanya, maka jangan bertanya. Atau beliau mengisyaratkan kaget, maka tundalah pertanyaan tersebut sampai waktu yang tepat. Dan pasang selalu husnudzon kepada mereka. Kadang-kadang datang jawaban itu bukan langsung jadi di majelis mungkin kita dapatkan jawaban. Atau di tempat lain, atau langsung jawaban itu terwujud dengan kejadian di hadapan kita. Apalagi mereka yang mencapai derajat aulia Allah, kadang-kadang seperti itu mereka memberikan jawaban.
Wa idza mana'aka syekh an amrin aw qaddama 'alaika ahadan fa iyyaka an tattahimahu. Kalau engkau dicegah oleh gurumu untuk suatu perkara, ya kau pengen melakukan suatu, guru yang ngomong jangan. Guru yang memang kita anggap guru yang murabbi tadi, guru yang mentarbiyah kita. Kita pengen melakukan sesuatu yang menurut kita ini baik, ini bagus, tapi dia ngarahkan jangan atau kaget, maka peloi. Husnuzonlah kalau mereka lebih ngerti, lebih paham, lebih tahu tentang diri kita walaupun kita terhadap diri kita sendiri. Dan ini banyak kejadian ya, orang-orang soleh itu mereka yanzur bi'ainir rahimah, mukasyafat. Mereka tahu kadang-kadang dengan hal-hal yang kita tidak tahu apa yang bakal terjadi besok. Kita nak berangkat besok, ujungnya jangan, ente sabar, setelah 3 hari lagi baru ente berangkat. Tapi mulai kita kadang, tapi Ustaz kalau besok tuh tiket lebih murah, ini nih, jangan kaget selesai 3 hari maksa kita berangkat. Pasti berangkat lah sampai di tujuan jauh, tahu mak kita meninggal di Palembang, tak nemui mak gitu akhirnya ya. Atau naudzubillah min dzalik, ini kejadian banyak, kita paksa ke berangkat, tahu kapal itu mendapatkan musibah di jalan. Mereka lebih paham dari kita, para aulia Allah. Seperti itulah yang pernah terjadi pada sosok Syekh Ali Baros dengan Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Saking dekat, saking cintanya murid sama guru, guru sama murid, sampai Habib Abdurrahman itu tidak pernah mengangkat-ngangkat nama anaknya. Padahal beliau punya anak juga orang soleh, orang alim, dididik oleh beliau juga, tapi Syekh Ali Baros yang selalu digandeng. Bahkan beliau mensyaratkan untuk tawasul kepada beliau harus membawa nama Syekh Ali Baros. Siapa Syekh Baros ini? Bukan anak beliau, bukan keponakan beliau, bahkan bukan sada, bukan habaib. Seorang kalangan badui yang muhibbin, tapi muhibbinnya luar biasa. Benar-benar menganggap Habib Abdurrahman itu, dia meletakkan kedudukan Habib Abdurrahman seperti sahabat meletakkan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Apapun isyarat perkataan Habib Abdurrahman itu, itulah yang terbaik, itulah yang terbaik, itulah yang terbaik, itulah yang benar. Walaupun akal pikiran dia berbeda, bertentangan, selalu dia tepiskan, dia singkirkan. Ma'asyar ahbab rahimakumullah. Pernah ya kejadian itu sering, diantaranya Habib Syekh Ali Baros ini pernah berminta izin kepada Habib Umar bin Rahman Al-Attas untuk melaksanakan ibadah haji. Pengen ziarah kepada Rasulullah. Beliau orang yang sungguh-sungguh cinta hebat dengan Rasulullah. Tahun itu banyak wong kampungnya berangkat haji, persiapan sudah disiapkan. Beliau pun berkeinginan untuk pergi haji. Beliau pikir tahun inilah paling tepat, ngapo banyak wong kampungnya yang pergi haji, keadaan juga nyaman, walhasil kondisi mendukung, kondisi itu mendukung. Lalu beliau datang, beliau tahu aku punya guru, aku harus izin, aku harus kabarkan, aku butuh doa. Maka beliau datang ke Habib Abdurrahman. Apa kata Habib Abdurrahman bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas kepada Syekh Al-Baros? Jangan tahun ini kau berangkat, insyaallah tahun depan. Padahal beliau sudah siap kalau secara fisik, secara harta, secara ongkos sudah siap kalau. Begitu gurunya ngomong seperti itu, apa kata Umar bin Habib, kata Syekh Al-Baros? Sam'an wa ta'atan, langsung nurut. Tidak pakai kalau kita nih kaget tahun depan tuh belum tentu kaget, ini mumpung tiketnya murah, aduh wong kampung aku banyak orang bla bla, panjang dalil kita. Memaksa biar guru kita ngaminkan kehendak kita. Kalau guru sudah ngomong macam itu, melo kita. Begitu dikatakan jangan tahun ini kau pergi haji, insyaallah tahun depan kau pergi haji. Apa kata beliau? Sam'an wa ta'atan. Lalu dia balik ngabarkan kepada istrinya, ngabarkan orang kampungnya, aku dah jadi pergi haji tahun ini. Sudah. Beliau ngerasa nikmat, aman, nyaman, dan itulah pilihan yang paling tepat untuk beliau. Karena dari gurunya, bukan dari pemikiran dia, bukan logika beliau. Subhanallah, qaddarallah ma syafa'al. Begitu rombongan pergi, mereka pergi haji, berjalan, dalam perjalanan itu ternyata singkat cerita mereka dirampok. Bahkan di antara kelompok itu ada yang sampai dibunuh oleh begal di perjalanan itu. Syekh Ali Baros selamat karena tidak melok rombongan tersebut. Begitu dengar kabar kelompok wong kampung itu kebanyakan yang celaka binasa dalam perjalanan itu, mereka dirampok, bahkan sebagian mereka terbunuh. Maka Syekh Ali Baros langsung menghampiri Umar, memeluk, nangis erat-erat, berucap terima kasih. Kenapa? Subhanallah, gurunya tahu. Cuma itu qaddarullah yang Allah tidak bisa, yang kita tidak bisa merubahnya. Jadi beliau Habib Umar memberikan pandangan atau nasihat untuk orang yang dicintai.
yaitu orang yang juga sangat mencintai beliau. Nah ini penting ikhwan. Nah kita kadang-kadang banyak hal ya. Kita minta pandangan dari guru, minta pandangan dari orang soleh, minta nasihat. Begitu sudah dinjo arahan, tapi tidak kita pakai. Ini yang disayangkan. Tidak kita pakai. Nanya sama kiai, kapan lah bagus kiai nak ngadakan acara nih? Tasmiyah aku punya anak. Jika kalau kau nak bagus ngadakan pas hari Sabtu be, ngapu tidak minggu kiai? Langsung tampil langsung ngapu tidak minggu kiai? Minggu kan lebo. Tidak, baguslah Sabtu. Sabtu tu insya Allah lebih bagus untuk ente. Masih dia balik ke rumah pecah melang-melang, tak nerima ucapan kiai tadi. Ujung-ujungnya walhasil masuk pendapat lagi dari bininya, ngapa Sabtu tu banyak orang begawe masih, kalau minggu tu hari libur bagus bla bla bla. Nanya orang lagi banyak macam-macam ditanya. Gato-gato nguatkan hari Ahad kalau. Hanya diputuskan yang ngadakan acara hari Ahad. Begitu Sabtu itu lewat dalam keadaan aman-aman nyaman. Begitu hari Ahad dia ngadakan acara, hujan dari subuh sampai zuhur. Hujan deras dari subuh sampai zuhur. Entah angin kencang pula, sound system nyetrum, tenda rubuh, nasi tak matang. Yang datang pun tak ganti. Nah, itu tadi. Ya. Kalau kita sudah minta pandangan orang soleh, siaplah untuk nerimo dari apa yang mereka berikan. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Nah, jangan lupa ikhwan, kedudukan orang tua sama juga dengan mereka para aulia Allah. Kalau orang tua kita ngomong sudah kaget be, jangan sekarang. Tak ada mi sekarang nami pokoknya mi. Kaget bae, masih ada waktu. Tak ada nak sekarang ni lah, nak beli ke baju budak sekolah. Kaget be jeminya. Kaget tu kalau para hari ni kaget kami ngantri bla 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 bla. Umi kaget be. Nak sekarang ni lah masih. Ya sudahlah, kalau kau nak sekarang lajulah. Mentu sampai tengah jalan copet duit hilang. Tak jadi balik ke rumah, gai mengut nunduk. Nah, mana baju anak kau sekolah yang kau beli? Tak dapat ni, ngapa? Duit aku sentak ke wong. Nah. Ya. Oh itu kualat berarti ya, Ustaz kualat, bukan kualat. Tak cukup. Ya, hilang keberkahan. Ikhwani rahimakumullah, terhadap orang tua juga sama. Ya. Ada apa-apa orang tua tu diajak ngomong, dikabari. Kalau memang pengen dapat pandangan dari mereka, keberkahan melok apa kata mereka. Wa idza waqa'a minka dhanbun wa wajada 'alaika syekh bisababihi fabadir bi'tidar ilaihi min dhanbika hatta yarda anka. Kalau kau melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu tindakan kesalahan di belakang guru, tapi berhubungan dengan sang guru, maka cepat-cepatlah minta maaf dan minta ridho. Ya. Kadang-kadang kita tidak ada hadir majelis. Tidak ada hadir majelis bukan karena urusan udzur. Kita kebetulan mendahulukan hawa nafsu kita, belanja atau apalah sifatnya. Besok ketemu sama kiai nanya, kiai masya Allah perhatian, mana Jul kau main nak kejingan? Yo kiai, aku tu ngewangi mak aku tu ada tamu, aku bohong dia, bohong. Wah ini bahaya ya kawan. Bisa hilang keberkahan daripada ilmu yang kita dah dapat. Kalau memang itu telaju spontan kita jawab cepat minta maaf. Jangan tapi aku malu kalau aku tahuan bohong. Minta maaf cepat. Kalau tidak, naudzubillah, kita akan terharam dari segala keberkahan dari mereka. Nah, apapun kesalahan yang kita lakukan, ya, mereka pernah nitipkan suatu amanat kepada kita tapi kita khianati misalnya, cepat minta maaf dan minta ridha. Wa idza ankarta qalba syai' 'alaika ka'anna fagatta minhu sirran kunta ta'lufu au nahwu dzalik. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini ikhwan rahimakumullah. Insyaallah biidznillah subhanahu wa taala kita lanjut lagi pada bulan depan. Insyaallah kita akan kembali ziarah sebelum masuk bulan Maulid. Wallahu a'lam bissawab. Sekali lagi kami sampaikan untuk majelis untuk minggu depan ini diliburkan satu minggu untuk sementara ini, dari mulai Senin sampai ketemu Senin insya Allah. Kalau libur itu ternyata lebih panjang kan kami sampaikan, insya Allah mudah-mudahan satu minggu saja. Wallahu a'lam bissawab. Fadhal buat halakoh 4 wong, 1 halakoh
tapi makanannya keluarnya kaget setelah dekat habis gosidah. Ya. Kalau cuci tangan boleh bentuk duluan. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala al-mukhtar taha rasul Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli المختار طه رسول على فينا باب مولانا فرحنا الحمول راجين منه مواهب ورضا والقبول يا فاد يا خير معطيها لنا كل سول واختم لنا منك به حسنا نهر الغفور وهب لنا الكون من نجوى لجوى الوصول عسى نشاهدك فيه مرآه طه رسول يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإنا تحت بابك نزول الله يا الله لنا بالقبول يا رب صل على المختار طه رسول ضيفان بابك ولسنا عنه يا الله نحول وظننا فيك وفي